السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها. النهاردة أنا هتكلم معاكم عن منتجات فافلين وهقول لكم كل التفاصيل الخاصة بيها. وفي ناس عيبت عليها وقالت لا إن هم مش كويسة أو مش بتدي الترتيب اللي هم متوقعينه، وفي ناس تانية قالت لا إن هي كويسة جدا. طيب الاختلاف ده بناء على إيه؟ هقول لكم كل التفاصيل الخاصة دي في الفيديو ده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. طيب في البداية أنا هتكلم عن المنتجات بس كده، وأقول بس هي مكونة من إيه وإزاي إن أنا أستخدم كل حاجة من الحاجات دي. أول حاجة أنا هتكلم هنا عن الشامبو. الشامبو هنا عندي هو بزيت الأرجان، مكتوب عندي هنا 100% بيور أرجان أويل، إن هو بزيت الأرجان. الأرجان ده إيه فايدته؟ زيت الأرجان ده من الحاجات أو من الزيوت اللي هي بتعالج الشعر اللي هو المتقصف المصبوغ التالف الضعيف، بيقوي بصيلات الشعر، بيزود الكثافة بتاعة الشعر، بيدي مظهر لامع وصحي للشعر، بيغذي المنبت او البصيلات بتاعة الشعر نفسها، بيدي الشعر تطويل وبيدي الشعر حماية. طيب هم اختاروا بصراحة زيت الأرجان وزيت جوز الهند وفيتامين هاء، وهي من الحاجات او من المكونات طبعا المهمة جدا للشعر. والشامبو ده بصراحة من الحاجات الحلوة. خلينا بقى نتكلم بقى على طول كده ونخش على طول على المضمون. الشامبو من الحاجات بصراحة الكويسة جدا للشعر. هو بيرغي جدا، هو زيرو سلفات. السلفات طبعا هي اللي بتدي الرغوة. هما بيستخدموا مادة تانية، مادة آمنة ما بتعملش حساسية للشعر، ما بتعملش حساسية لفروة الشعر. فهو آمن جدا، وبأمانة هو ترطيبه عالي وترطيبه كويس بس لو احنا استخدمناه صح. طيب الشامبو مكتوب عليه من ورا اهو: اعيدي شعرك التالف الى الحياة مع شامبو. اعيدي شعرك التالف الى الحياة مع شامبو فيفلين، خالي من السلفات والسيليكون والملونات الصناعية، وغني بزيت الارجان وزيت جوز الهند وزبدة الشيا. طبعا الارجان وجوز الهند وزبدة الشيا ده ترطيب فظيع، يعني كفاية زبدة الشيا بس وجوز الهند. وفيتامين هاء الذي يساعد على اصلاح التكسر وتنعيم الاطراف المتقصفة، مما يجعلك تتمتعين بشعر اكثر آه، لمعانا وصحة. تمام. الشامبو ده 500 ملي، يعني هو بصراحة هيقعد معاكي، هو يعني هيقعد معاكي فترة محترمة. يعني 500 ملي ممكن يقعد معاكي لو انتي بتستخدميه لوحدك، ممكن يقعد معاكي مثلا حوالي 5 شهور، يعني لو مش اكتر. فهو بصراحة يعني لا، هو حاجة محترمة يعني. طيب انا ازاي بستخدم الشامبو؟ بستخدم الشامبو على فروة الراس بس، مش على الشعر من تحت. يعني فروة راسك كده اللي فوق بتحطي حتة كده وبتبلي الاول شعرك، تمام، اللي هو ينزل على شعرك المية الاول، وبعدين تاخدي جزء من الشامبو على ايديكي كده، وبعدين يعني تنضفي بيه فروة الراس. يعني الشامبو لفروة الراس بس مش للشعر كله، وبتخلي الشامبو نفسه ينزل بقى على بقية الشعر. تمام، ده بالنسبة لاستخدام الشامبو. طيب بعد كده الكونديشنر طبعا من الحاجات المهمه اللي بتعمل على ترطيب الشعر. لو انت بتستخدمي شامبو بس ومن غير كونديشنر شعرك مش هيترطب قوي. يعني في حاجات طبعا بتبقى شامبو وكونديشنر مع بعض، بس الكونديشنر مهم بصراحه في الترطيب، بيدي كده يعني بالبلدي كده زحلقه كده للشعرايه. الشعرايه كده تكون بتتزحلق كده وبتبقى ناعمه كده وانسيابيه وجميله. طب الكونديشنر مكتوب عليه برضو نفس الكلام، ان هو بزيت الارجان اللي هو بيور ارجان اويل، نفس الكلام برضو من ورا تقريبا. كولي وداع للتجاعد مع بلسم الترطيب العميق من فيفلين. هذا المزيج الرائع والغني من الزيوت النباتية من زيت الأرجان، والمعزز بالكولاجين والكرياتين، وبيدغلغل وبيرطب وبيجدد وبيعيد الشعر للنعومة. استخدمه ازاي؟ انا بستخدم الكونديشنر بعد الشامبو. تمام، يعني الشامبو والكونديشنر هما الحاجتين اللي بيبقوا ورا بعض. بستخدم الكونديشنر بعد الشامبو. خلاص، الكونديشنر استخدامه ان انا بجيب الجزء اللي هو اللي من الشعر من تحت، اللي هو ببعد عن اماكن الانبات واماكن اللي هو ملامسه فروه الراس. لان انت لو استخدمتيه على فروه الراس عموما الكونديشنر، انا واحده من الناس الكونديشنر بيوقع لي شعري لو استخدمته حاجه قريبه من منبت الراس، بيزحلق الشعرايه من البصيله، بالذات الشعر اللي هو الخفيف. تمام، فالكونديشنر بنستخدموه على اطراف الشعر بس، ده الاستخدام الصحيح للكونديشنر. طيب الهير ماسك بقى، وقصه الهير ماسك، ومعانا وقت في يعني في الشاور ان احنا نعمل هير ماسك ولا لا؟ بصراحه انا مش بيبقى معايا وقت خالص في الشاور ان انا اعمل هير ماسك، وبالذات ان انا مثلا ممكن اسيب الهير ماسك مثلا نص ساعه على شعري، فان انا اخش الحمام نص ساعه دي يعني بصراحه دي حاجات من الحاجات الصعبه جدا، بالذات لو معايا بيبي. تمام، فانا بستخدم الهير ماسك. الهير ماسك ممكن نستخدمه بحاجتين: لو انت فاضيه وما عندكيش حاجه يعني ما عندكيش وقت ان عايزه تقعدي براحتك وعندك بقى مثلا تفاصيل هتعمليها تانية في الشاور بتاعك،
فممكن تقعدي براحتك. لكن لو انت مثلا ام زي كده فعايزه تخلصي نفسك ومش عايزه تقعدي وقت طويل جدا في الشاور، فبتستخدمي الهير ماسك قبل يعني قبل الشاور. انا بعمل مثلا في العادي بتاعي بعمل حمام زيوت، وبعد كده بغسل شعري وبشطفه، وبعد كده بحط عليه الهير ماسك وبسيبه بقى مثلا نص ساعه، وبعدين اخد الشاور بتاعي. لان انا ما اقدرش اقعد من النص ساعه دي، بتبقى صعب شويه مع وجود البيبي. فالهير ماسك طبعا بتاعهم 500 مللي برضو. هما كل الحاجات الموجوده دي 500. 500 مللي برضو. هو برضو عندي بالارجان يعني بالارجان اويل، تمام. موجود عندي او مكتوب عندي اهو ورا: اطلقي العنان لإمكانية شعرك الكاملة مع ماسك إصلاح الشعر التالف. هذه التركيبة المذهلة الغنية بفيتامين ه وزيت اللوز والكولاجين تعمل على تحسين قوة الشعر وصحته بشكل عام، وتساعد على استعادة توازن العناصر الغذائية وتجعل شعرك أكثر كثافة ونعومة. طيب هو بيقول لي إن هو يعني بتحطيه من 15 ل20 منت على شعرك. أنا بصراحة ساعات يعني بسيبه من 20 ل30 بصراحة، يعني ما عنديش مشكلة إن أنا أسيبه برضو على الشعر، لأن هو طبعا بيغذي الشعر جدا. فبسيبه على شعري وبعدين بدخل أخد شاور. طيب المنتجات دي حلوة ولا لأ؟ المنتجات دي يا جماعة والله تحفة، يعني تحفة في ريحتها كده تحسي ان هي فعلا زيوت، يعني اعشاب كده، وريحتها حلوة، يعني تحسي ان انتي يعني شعرك مش محتاج هير ميست من كتر ما هي بيبقى ريحتها حلوة. يعني فعلا شعري مش بيبقى محتاج هير ميست. كمان انا ما بستخدمهاش طبعا لوحدها، يعني انا كنت عامله لكم قبل كده فيديو عن الزيوت بتاعت امتنان. انا بعمل زيوت الاول وبعدين بستخدم المنتجات دي، وبعد كده بحط برضو زيوت تانية. هعمل لكم فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده، اللي هو ازاي انا ارطب شعري وازاي ايه هي المراحل اللي انا بستخدمها عشان اوصل لشعري ليس كده وناعم ومن غير من غير ولا ستريتنر ولا دراير ولا اي حاجه. دي حلوه ولا لا؟ المنتجات دي تحفه. مفيش ولا شامبو ولا كونديشنر ولا هير ماسك بتستخدميه وشعرك هايش وبتسيبي شعرك للجو ومش بتنشفي شعرك كويس بالمايكرو فايبر تاول او اللي هي التيشيرت القطن، يعني وان انتي بتستخدمي شعرك وبتهتمي فعلا بشعرك وهو مش هيديكي نتيجه. اي حاجه يا جماعه لو اهتمينا بيها، لو احنا اهتمينا ببشرتنا هتدينا نتيجه، لو اهتمينا بشعرنا هتدينا نتيجه. هو مش السحر اللي هو هيديكي انا بستخدم شامبو مثلا بقد كده فهو هيديني بقى شعري يبقى خلاص. لا، ما هو مش الشامبو لوحده ولا الكونديشنر لوحده ولا الهير ماسك لوحده ولا اي حاجه لوحدها. لازم كده يبقى فيه روتين عنايه للشعر، تمام. هعمل لكم فيديو تاني عن روتين عنايه الشعر. بس قبل ما يعني عشان مطولش عليكم الفيديو، بس قبل ما اقفل عايزه اقول لكم الاسعار ايه. اسعار المنتجات دي موجوده على الفيسبوك عادي من فيفلين. الاسعار كانت يعني انا كنت جايبه المجموعه دي كانت عامله 670 جنيه. 70 جنيه كانوا شحن، 68 يعني 68 جنيه شحن لأي محافظة ولا أي مكان. وكان عندهم كود خصم علشان بينزلوا دايما أكواد خصم، استخدموا كود الخصم بتاعهم. المنتجات دي كويسة فعلا ومحترمة وتستاهل التجربة وتستاهل الفلوس، وما تستغلوهاش عشان هي هتقعد معاكم فترة طويلة. يعني كون ان انت تستخدموا شامبو 500 مللي وكونديشنر 500 مللي وهير ماسك 500 مللي، فهي لا، هي يعني ايه، هتقعد معاكي، يعني فعلا بتقعد فتره طويله لو انت يعني استخدام الشخص ليكي انت بس. لا، ميرسي ليكوا ولوقتكم، يا ريت اكون فدتكم، وما تنسونيش في اللايك واللايك الفيديو وسبسكرايب القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الحاجات الجديده اللي انا بقدمها. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب عليكم وعلى كل احبابكم، وباي باي.